إذا نشوف الناس المتواجدة عندنا، يعني أكو فقير، أكو يتيم، أكو مسكين، أكو مشلول، أكو مبتور، أكو أعمى، أكو أعرج، أكو مريض دائمي يعني من الولادة حتى موته، وأكو لا عكس هذا، يعني يمتلك صفات، يمتلك مال، يمتلك عطاء، يمتلك، وهكذا الله سبحانه وتعالى يفضل بعضنا على بعض في عطائه. هل إنه هذه الأمور تتنافى مع العدالة الإلهية أم لا؟ يعني الله عادل، شلون؟ هسه يجي واحد يقول الله سبحانه وتعالى يعطينا من نقطة أو من خط شروع واحد وننطلق بحيث نتساوى بالمال، بالصحة، بالعافية، وننطلق اتجاه النقطة اللي الله يريدنا نوصلها من ألف إلى باء، ننطلق بهاي المساحة ويبتلينا على قدر نقطة الشروع الأولى اللي كنا متساوين بيها. لا، أولا الله سبحانه وتعالى عادل، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. يعني أشوف أنا الله سبحانه وتعالى لما خلقني وأنطاني جسم وشكل ولون وعقل وصفات وهكذا، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. هذه الصفات اللي كل واحد من عندنا يمتلكها هي مو واصلة إلى مرحلة الكمال، لا، الكامل الله سبحانه وتعالى، والعصمة الكاملة عند الله سبحانه وتعالى، وإنما إحنا مخلوقات. فلذلك الله إذا قلنا عادل، إذا ردنا نشوف العدالة، هل إنه تقتضي أن يساوينا في نقطة انطلاق أو خط شروع واحد؟ لا، لأنه الله في خلقنا وفي عطائه هو متفضل علينا، يعني محسن في إيجادنا في هذه الدنيا وإدخالنا في دنيا الابتلاء وإخراجنا من عندها للارتقاء إلى درجات أعلى. فلذلك ما أن حق على الله سبحانه وتعالى، لذلك الله متفضل علينا، وليس لنا حق أن يعطى لنا في ما نريد، وإنما إرادة الله وكل عمل الله فينا هو خير ومنفعة، وهو أرحم الراحمين، أرحم إن من أنفسنا على أنفسنا، ومن أمك عليك، ومن أبوك عليك، ومن عشيرتك، ومن كل شيء. الله أرحم الراحمين، مع وجود الله سبحانه وتعالى يقول للراحمين اللي بإذنه وبمشيئته. لذلك تشوف المشلول، تشوف المبتور، تشوف المسكين، تشوف الدرجات العليا من المال، كل نمد هؤلاء وهؤلاء، الظالمين المجرمين، طبقات العليا القمم مدهم مد مو زيادة، وعكسهم المهتدين المؤمنين المتقين، أيضا هناك طبقات تصل عليا يمدها، وهناك طبقات لا زالت في قعر المرتفع أو المثلث القمتين، ما بين القمتين. فلذلك هنا شنو المشكلة؟ إذا نجي إلى صفاتنا الموجودة في كل إنسان، يعني تشوف تأخذ مجموعة صفات تجد إنه بعض الصفات عندك جيدة وكمالها جيد، بعض الصفات اللي تجي في نفسك كمالها ضعيف، آخر تختلف صفاته، آخر تختلف ذاك، تختلف ذاك. لذلك تشوف يعني هسه عندنا علم الوراثة، تشوف علم الوراثة من العلماء، يعني إذا يجي فد لون أو شكل أو عاهة أو فد إصابة معينة تنزل عبر الآباء، في جيل معين تطلع، في جيل آخر تخرج، في 10 أجيال تطلع حالة، وهكذا. هذه الأمور الله يجعلها تسير في طبيعتها،
لذلك الله من يقدر لك مقدار عطاء قليل في صفة، في رزق، في عافية، في صحة، في إدراك، في فكر، في حكمة، في كل شيء. إذا كان عندك فد شيء قليل قدر عليك، هو ابتلاء، وإذا أكرمك ونعمك فهو ابتلاء، الحالتين ابتلاء. أما تبتلى بنعمة زايدة بالخير، وأما تبتلى بالنعمة المقدرة، وقد تبتلى بالشر، البأساء، في البؤس، في المرض، في الضراء. وهكذا الله سبحانه وتعالى يجعل من عندنا. خلنا نشوف الأنبياء، وخلنا نشوف حكمة الله. الله سبحانه وتعالى كثير من الأمور يحصرها علينا حتى ما نطغى. ما عندك قدرة فيقتل عليك المال حتى تبقى رحوم، حتى تبقى متواضع، حتى تبقى مسالم. هاي من نعمته عليك، لأنه بس شوية يزيد لك تروح تفلت. تشوف الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين، شوف الله من يذكر لنا الإنسان يذكر هذا الإنسان دائما في موضع الذنب. إذا يذكر الله سبحانه وتعالى دائما الإنسان أي إصابة تصيبه يدعى الله سبحانه وتعالى، يدعى، يريد الفلوس، يريد المال، يريد العطاء، يريد ياكل كل شيء، أكل شرب وجاهة علو منصب، يريد يتغذى فقط. وإذا أصيب بهذه العطاءات اللذائذية اللي شهوته تروح عليها، يركض يدعي الله دعاء عريض. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا عليما على ضر مسه. كشفنا عنه يعني نسأل الله. ينسى الله سبحانه وتعالى. لذلك الله ما يريدك هالشكل، يريد لك الخير. فتشوف الأنبياء والصالحين والأولياء إيش يجون، يعني النبي يعقوب ذهبت الأموال والثراء والزوجات وإلى أن أصيب حتى في عافيته وفي مرض معدي كما تذكر الروايات، إلى أن بقت إحدى زوجاته اللي هي تتواصل وياه في المنفى اللي أبعد نفسه عن أن يعدي الناس الآخرين. وكل هاي الفترة الزمنية النبي أيوب ما يدعي أن يرفع عنه هذا الابتلاء العظيم اللي أصاب في جسده وفي ماله وفي كل شيء يمتلكه. ليش؟ لأنه الأنبياء يعرفون إنه الأجر الكبير بمن؟ باللي أنت تصبر عليه وترضى به وتتحمله طاعة لله، لأن الطاعة مرة والمعصية عكسها حلوة. لكن الحلوة تجيب لك نار، والمرة تجيب لك روح. بعدين الله سبحانه وتعالى ينزل الروح على من يشاء من عباده اللي يصلون إلى نفوس مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فلذلك تشوف الله يريد لنا الخير. بعدين الله يريد النبي أيوب يدعي بس يدعي يستجيب له. لا، ادعى ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الله، قبل الله استجاب له وأعاد له كل شيء.
هو يقدر هو يدعي والله يستجيب له قبل هاي الفترة، لكنه النبي يريد أن يصل إلى مرحلة ارتقاء قوية، عنده صبر وعنده سيطرة على نفسه وعنده ترويض كامل لنفسه. لذلك تشوف يعني هذا اللي يروض نفسه ويسيطر عليها ويجنبها ويكون متقي وعالي، يصل إلى قلبه يكون مزرعة من الراحة. شوف أهل البيت ومظلوميتهم، والمقولة يقول لو أحد أئمتنا يقول لو يعلمون السلاطين ما في قلوبنا من راحة لقطعونا بالسيوف، يعني حسدا، يعني هاي المظلومية وصابر عليها شو تخلف له؟ قمة الراحة، يعني الروح تنزل عليه، مو الروح النفخية البدائية اللي تجي بعد التسوية للجنين، لا ذيك اللي تعطى للمؤمن والكافر والمنافق، ذيك بدائية أمرية. لا تجي روح أمرية تلقى من الله سبحانه وتعالى على من يرتقون بأنفسهم ويرضوها. لذلك الله شو يريدنا؟ يريدنا أن نصبر. الله يريدنا أن نصبر. يعني تشوف أنت هسه إيش قد متضايق من فقر، من مرض، من علة، من طول الابتلاء، لكنه لما تروح هناك تقول له الله بعد مطيني فترة ابتلاء، مثقل علي بالابتلاء، ليبلوكم، يبلوكم بالخير والشر، اثنينهن. شوف النبي سليمان اللي الله سبحانه وتعالى ابتلاه به من بالخير مو بالشر، نعمة اجت عجيبة، يعني يكلم الطير، يكلم النمل، يعرف كل شيء، والتسخير الشياطين وكل شيء يعني تشتغل من أجله. فمملكة النبي سليمان إيش قال لما اجى العرش يمه في الطرف؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هذا يعرف هذا ابتلاء. وتشوف الروايات لما تأكد لك أنه من يدخل الجنة آخر نبي، يقول لك النبي سليمان. ليش؟ لأنه أخذ حصته العطائية الكافية، فلذلك يكون حسابه طويل على هاي النعم. هسه الحساب هو مو عقاب، مو جزاء عقابي، وإنما حساب شلون كل نعمة إلها لازم شكر. احنا نقدر هسه نشكر كل نعمة؟ ننساها مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. هذا الإنسان ينسى، الله يفتح علينا نتيجة أدعيتنا يستجيب لنا، وإحنا ما نعرف الله استجاب لنا، ونمر مرور الكرام على الله سبحانه وتعالى. لذلك إرادة الله وحكم الله وقضاء الله وتدبير الله وكل شيء من الله اقبل به. هسه هو صعب صحيح، احنا ما نريد نقبل، احنا نريد دائما العطاء، العلو، المال، هذني نريدهن، بينما آخر الأرزاق هو الرزق المالي. وإنما تقدم أكو أرزاق العافية، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إمكانياتك الدينية، اتقائك، علوك وقربك إلى الله. هذه الأرزاق تكون من السابقين، السابقون السابقون أولئك المقربون. هاي الأمور العطائية اللي هي السابقون. شنو يعني السابقون؟ إجاهم ماء؟ لا، صبروا. لذلك جنتهم الموعودين تكون أكثر وأحلى وأرفع جنة من أصحاب اليمين. لذلك إحنا علينا أن نعلم أنه الله سبحانه وتعالى من أنزلنا إلى هذه الدنيا هو لغرض الابتلاء.
وبيش الابتلاء بعضنا مع بعض، يعني مجموعة ناس تعيش وياك أن لا تظلم، لا تجور، لا تعتدي، لا تتجاوز، لا تميل، هاي حقوقهم والله جرسم حدود. يعني أنت مبتلى بالناس المحيطة، وكل ما اقتربت الناس منك رحما أو مكانا أو نسبا أنت يكون ابتلاءك كبير جدا. الأقارب، يعني هسه إذا تشوف يقول لك الأقارب عقارب، الأقارب مشكلة، صحيح، بس الله ليش وصى بالأقارب؟ يعني يريدك تتحملهم، متابعتهم وتجسسهم وحسدهم وانقلابهم عليك. أكثر ما يجيك منين؟ من الأقارب، يريدك تستعيذ وترحمهم وتطي وتكرم وبالتالي وتعطيهم المكانات والمنزلة، وتكون أنت المستقطبهم وأنت المحبوب وأنت اللي الله راضي عنك. وما بقى من خارج الإنسان كل شيء، لكنه أصعب علينا أنه تعاملنا بعضنا مع بعض كإنس. أما الحيوانات أو غيرها صحيح هي أيضا واجب علينا أن نرحمها وما نظلمها وما نجور عليها، وكل ما موجود بما فيهم، حتى الشيطان أنت ما يجوز لك تسبه، حتى الجماد، حتى كله شيء ما يجوز لك تعتدي على الآخرين. لكنه أكثر ابتلاء يقع علينا بيناتنا كإنس، أكثر الابتلاء. فتشوف الإنسان لما يرقي نفسه ويصل إلى الإيمان، وما بعد الإيمان الاتقاء هو الهدف. منين أكو أمور معينة، يعني العبادة معينة للوصول بك إلى الاتقاء، تكون متقي، يعني تتجنب المنهيات اللي الله نهاك وتعمل بالواجبات اللي الله أوجبها عليك من صلاة وصيام وبر الوالدين وما إلى ذلك. وحرمت عليكم كذا وكذا، الدم، الأكل، الشرب، بعض المنهيات هاي تتجنبها، تكون متقي. من الموصل إليك لهذا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله إذا قال لعل يعني تتقي. اعبدوا الناس، ابدأ بالعبادة. والعبادة شنو؟ كل عملك خليه لله، تاكل لله، تشرب لله، تلقي محاضرة لله، تتحدث مع شخص لله، تسلم عليه لله، تصلي لله، تحج لله، وهكذا كل عملك تكون عبده، ثم يعبد مستمر، ثم تتحول إلى عبد، عابد، اسم فاعل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله يقول للشيطان إلا من اتبعك منهم. فلذلك احنا نشوف هذه الدوائر وهذه المقادير العطائية. الله من ينطينا حسب ما احنا ما نطغى، حسب ما احنا نقدر نصبر حتى نعبر، حتى ما نكفر. يريد يرقي. يعني انت تشوف، من تشوف مسكين، ومن تشوف مظلوم، ومن تشوف محروم، ومن تشوف اعرج، احول، هزوة امام الناس، ذول هم العلو هناك. اذا امن بس عليك ارتقى للايمان.